في قرية صغيرة بعيدة كان هناك واد جميل تجري فيه الجداول وتنبت فيه الأزهار والأعشاب. وفي هذا الوادي كانت تعيش نملة صغيرة. كانت النملة نشيطة ومجتهدة، تستيقظ مبكرا كل يوم في الصيف، وتخرج باكرا لجمع الحبوب والقطع الصغيرة من الطعام، ثم تحملها على ظهرها وتخزنها في جحرها. وفي كل يوم كانت تقول: الحمد لله الذي أعطاني القدرة على العمل، سأجمع ما أستطيع قبل أن يأتي الشتاء. وكانت هناك حشرات أخرى تراها وتسخر منها، ومن بينهن الفراشة والزنبور اللذان كانا يقولان: لماذا تضيعين وقتك يا نملة؟ تعالي نرقص بين الأزهار. ولكن النملة كانت تبتسم وترد بهدوء: الله يحب العاملين، وسوف يكون هذا العمل سببا في نجاتي إن شاء الله. مرت الأيام، وهبت رياح الشتاء، وغطى الثلج الوادي، ولم يتبقى في المكان شيء يؤكل. كانت الفراشة ترتعش من البرد، والزنبور يبحث عن حبة قمح فلا يجد شيئا. بينما كانت النملة في جحرها تأكل مما جمعت وتقول: الحمد لله على نعمته، والشكر له أني لم أتكاسل. وعندما سمعت أصوات الحشرات الجائعة خارج الجحر، فتحت لهم الباب وقالت: تفضلوا، سأقاسمكم ما عندي. فإن من شكر نعمة الله وجب عليه أن يحسن إلى غيره. فبكت الحشرات ندما وتكلموا: لقد تعلمنا درسا قيما، أن نشكر الله ونجتهد ونساعد غيرنا كما فعلت النملة. العبرة: الشكر لله، والجد في العمل، والإحسان إلى الآخرين هي من أخلاق المؤمنين، وهي السبيل إلى رضا الله والنجاح في الدنيا والآخرة.